مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير، صحة وسلامة. معكم ميشيل من قناة ميشو سبورت. اذا عجبك هذا المحتوى لا تنسانا من اللايك والاشتراك. اللايك والاشتراك والدعم قدر المحبة. شكرا لكم على كل الاحوال. طبعا عنا عدة محاور وان شاء الله بتعجبكم محاور كثيرة اليوم، وما بدنا نحاول نطول عليكم. عنا بنقول اول محور: الف الف مبروك لسيدات الهلال، وهارد لك لسيداتنا فيروزي ومن بطولة الدوري. ونحن طبعا فيروزي أخذت الوصيف. وكمان منبارك لسيدات محافظة حمص بطولة كأس الجمهورية على حساب كمان فريق فيروزي. ونقول إن شاء الله إن شاء الله فريق فيروزي بيرجع بيعوض البطولات. معه كاسين، ومعه كأس الجمهورية مرتين، وكأس ومعه الدوري كمان مرتين. للأمانة الدور السيدات صار كل ماله عم يصير أقوى وأحسن وأحلى، والفريق اللي عم يوصل ما عم يوصل بالسهل، صار كله للحظات الأخيرة. كل الفرق صارت قوية، وسيداتنا يعني ما شاء الله بالدوري كشكل عام بنقول لهم يعني الله يعطيكم العافية. وبتعرفوا المادي كمان عصب الحياة، كمان في بعض الأندية مقصرة عم يتأثر من ناحيتها، في بعض الأندية والأحسن من غيرها. بنرجع بنقول هارد لك لفيروزي، ألف مبروك لسيدات الهلال وسيدات محافظة حمص لبطولتي الدوري والكأس. محورنا الثاني بعيد عن الكرة السورية. لابورتا طلب وبشكل رسمي من لجنة الحكام بتزويده بأحدث التقنيات لمعرفة إذا الهدف دخل أم لا. في حال كان الهدف شرعي سيطلب بشكل رسمي إعادة المباراة. الرد: طلبات برشلونة مرفوضة من الاتحاد الإسباني. الاتحاد الإسباني لن يوافق على حصول برشلونة على تسجيلات غرفة الفار على الرغم من تصريحات لابورتا. هذا كل شيء عن برشلونة. وطبعا للأمانة أكثر فريق في العالم أنا شفته دائما بيتحجج على الحكام هو برشلونة. أنا بحب برشلونة من زمان، عندي من أفضل الفرق بالعالم، ولكن الحجج دائما والتحجج على الحكام بشكل لا يوصف العقل، وما بتنتهي بيوم ويومين وبضل عم ينحكى فيها. المهم انه المباراة خلصت وانتهت. لشو هالكل الحكي والاشمئزاز مثل ما بيقولوا؟ هاي بالنسبة لبورتا والبرشلونة. وهارد لك لبرشلونة على كل الاحوال. وبنقول منبارك للي بدي، طبعا منبارك لريال مدريد لانه قاب قوسين او ادنى صار من بطولة الدوري. محمود داوود وللأسف لن يتواجد مع المنتخب. شو عم يصير بالمنتخب الله أعلم. محمود داوود المشكلة اللي عم يقولوا أن المشكلة هي مع كوبر، وأنا بظن مو شغلة كوبر، صارت هي شغلة أكبر من هيك، وشغلة فيها مادي. والمادي هلا رح نحكي فيها بالجزء الأخير، محتوانا الأخير هو رح نحكي فيه. محمود داوود لحد هلا الامور ما بخير. يوم بنسمع انه الامور منيحه، اليوم ما بنسمع، ما بعرف شو عم يصير معهم. لحد هلا الخبر لحد امبارح كان عم يقولوا انه داوود مانويل، من جمعه كانت الامور منيحه. شو عم يصير ما حدا بيعرف. بنستنى للشهر الاخير او الايام الاخيره لحتى نعرف بكل التفاصيل. وان شاء الله ان شاء الله بتنحل وبيجي محمود، لانه لاعب يعني موهبه كبيره وبيساعد المنتخب بالايام القادمه. روني بردقجي: المفاوضات جاريه لضمه الى صفوف منتخب سوريا. هذا على لسان موفق فتح الله بالمقابله الاخيره. وطبعا عم نسمع من زمان انه كمان انه في مفاوضات مع روني بردقجي، وان شاء الله بينهوا الموضوع وبيجي كمان اضافي
كبير إلى منتخب سوريا، مثل محمود داوود نحن عم نحكي، ومثل روني برتغجي، وإن شاء الله ما بيطولوا. طبعا نحن عنا هلأ كيفن زينون يرفض اللعب مع منتخب سوريا. هلا للأمانة الشاب صغير عمره 22 سنة، يعني بده مطلوب من نيوكاسل، ويمكن وعنده امل انه يلعب مع منتخب الارجنتين. نتمهل على اللاعب، لانه اي انسان بيحلم انه يلعب بالمنتخبات الكبيره والعريقه مثل الارجنتين، البرازيل، المانيا، ايطاليا، اسبانيا، اي فريق من هالفرق هاي، اي لاعب يتمنى يكون بينهم. وان شاء الله ان شاء الله نتمنى له الخير لكيفن. وانا كمان ما بعرف، شكوكيا مثل سان دييغو هيزي كمان ما بيطول، بده يجي مثل بابلو قديش استنى، خليل ياس قديش استنى، الكل بالنهايه اجوا. وان شاء الله كمان نشوفوا والله يقدم له الخير. عمر اللاعب طبعا 22 سنه، بيلعب مع بوكا جونيور، اعرق الانديه الارجنتينيه طبعا. بالنسبه للرفض، رفض ما نهائي، انما مبدئي ليشوف امور اللاعب وشو بده يصير مع المنتخب الارجنتيني ومع نيوكاسل الى اخره، لحتى عنده امل الزلمه، وان شاء الله خير. محورنا الحلو عن توباس اريل سيرفيرا، القاضي او كادي، الكابوس، الملقب بالكابوس. لاعب عمره 21 سنه، نادي روزاريو. لاعب ما شاء الله عليه. في لاعب عندنا كان بسوريا، عبد الحليم بيريني، بسلاسة جسمه، طراوة جسمه ولعبه فنياته بيشبه اللي بيتذكر عبد الحليم بيريني بهذيك الايام كيف كان بيلعب واسلوب لعبه. توباس يعني كثير كثير قريب من عبد الحليم بيريني. لاعب موهوب، لاعب قناص، بس مشكلته انه مانو هو رأس حربي، ولكن حظه او خلينا نقول منحوس باللحظات الاخيره، باللمسه الاخيره من المرمى. ولكن مثل داليهو لمساته حلوه، وبي يعني تيكي تاكا والباصات وما شابه، بيعمل شيء كثير 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 حلو. ان شاء الله بيوم او بكره بالكثير او بعده بالكثير بنسمع خبره منزل فيديو وجوده مع ميليانو. طبعا ميليانو امور كمان، وستيفان جليل او ستيفان خليل. بهالثلاث لعيبه هذول بيكونوا جاهزين هلا بهالفتره القصيره، بيطلعوا فيديوهات وبنفرح بقدومهم، وان شاء الله بيقدمونا اضافه جديده. وعندنا صار عندنا فريق مرعب مثل ما حكينا بالفيديوهات السابقه، فريق روعه. عندنا فريق صار مرعب، ولكن للاسف عم نسمع اخبار هلا بالنسبه للهجوم، اصابات نوح شمعون، داليهو، بابلو، بس ما بنعرف شو اموره كيف بدها تصير. ما في غير السومه كمان، الله يستر السومه ما ينصاب. يعني ما في غير عمر خريبين كمان، نقول الله يستر عمر خريبين، لانه من عدا شيء عمر خريبين كل فتره بتلاقي صار. هلا ما في غير على علاء الدالي وسامي وما في غيرهم. مع انه كمان بنرجع بنقول يمكن 90% علاء الدالي اذا اجى هلا، يمكن كمان حتى علاء الدالي يا شباب تصوروا انه ممكن يكون ايامه الاخيره كمان مع المنتخب، الا اذا تطور وصار افضل بكثير مما هو عليه. لانه نحن جايين لعيبه، يعني اذا عاد بابلو ونوح وداليهو مع وجود توباس القاضي، مع وجوده ما ضل في عنا هجوم حتى. يعني ما شاء الله ما شاء الله عنا هجوم ساحق. بالنسبة للإضافة طبعا عمار رمضان، إبراهيم يسار، محمود الأسود، وجود هدول كمان بوجودهم طبعا على الأجنحة، راح يكون عنا فريق مرعب إن شاء الله. المحورنا الأخير يا شباب، محورنا الأخير يا شباب، للأسف 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 المنتخب السوري في خطر. أي نعم، المنتخب السوري في خطر. مين شاف المقابلة تبع لطفي الاسطواني الإعلامي الكبير
بنوجه له ألف تحية لشخصه الكريم. مين شاف المقابلة مع عبد الرحمن الخطيب؟ من أسوأ المقابلات أنا شفتها بحياتي. ومع مين؟ مع الشخص اللي بتحبه، مع الشخص اللي أنت كلك أمل فيه. صار حب عبد الرحمن الخطيب من الجمهور السوري يفوق العقل. لأول مرة من خلال آخر 50 سنة بشوف شعب بيحب رجل بهالطريقة هاي، لأنه الزلم اشتغل ومن قلبه ضمير، وحاول وعم يحاول. ما بدنا نقول لحاله، مع المجموعة اللي معه، ولكن لأنه هو كمان رأس الهرم. هو طبعا نائب، بس هو رأس الهرم على موضوع المغتربين، لجنة المغتربين يعتبر. هو صار الواجهة بالمجتمع، هو الواجهة للاعبين، هو اللي بيوعد، هو اللي بضيوفه، آسف، هو اللي بيوعد وهو اللي بضيوفه. وشفنا المقابلة امبارح، يعني غريب عجيبة، مقابلة محزنة. حسيت انه راح يبكي هذا الشاب، هذا الزلمة راح يبكي. ما بتعرف شو بدك، يعني ما عاد يعرف شو بده يسوي. الدمعة بعيونه امبارح كانت. وبيقول لك نحن عم نتدين. منتخب سوريا يا جماعة عم يتدين. منتخب سوريا وصل لمرحلة، تصور بعد ما وصلت اللقمة للتم، وصلت اللقمة للتم. بيقول لك بجوز نحن ان ينسحب، او هو ينسحب من المشروع اللي هو فيه. هل يعقل؟ معقول نوصل لهي المرحلة؟ الحلم السوري يوصل لهي المرحلة بعد، يعني وصلت اللقمة للتم، ونحن صرنا كلياتنا امل انه نشوف هذا المنتخب انه يكون بكأس العالم. يا ريت، يا ريت مثل ما عم يقولوا امبارح انا شفت شغله حلوه بالجمهور السوري او اليوتيوبريه، كلها عم تتضامن، كلها عم تحاول تعمل افكار لانه تساند المنتخب، تساند عبد الرحمن، تساند المنتخب السوري. بادرة كثير من الشعب السوري انه يقوم بهذا العمل، انه يعملوا لجان او يعملوا صندوق معين لحتى يتبرعوا فيه وعندنا نحن عالم الله عاطيها ببلاد برا، لو كل واحد ألف أو كل 2000 وإلى آخره بيقدروا يوصلوا إنه يغطوا المصاريف اللي بده إياها المنتخب. وخاصة بالجوائز، نحن أهم شيء عنا الجوائز، لأنه اللاعب بصير عنده رغبة هو يروح بالنهاية. وقت اللي بتعطيه مثلا خاصة بالمستوى الثالث، وقت اللي بصير بده يربح لك على الصين عفوا على كوريا واليابان وايران والى اخره، من حقه انه. ولكن في شغله كمان، انا بتوقع انه وقت اللي اللاعبين المغتربين وقت اللي بيشوفوا انه الجمهور السوري عم يتبرع لانه يعطوه، صدقوني ما راح ياخذوا، راح يكتفوا انه ينصرف عليهم بس بالنسبه للاكل والشرب والى اخره من هالامور الفنيه. نحن من هالمنبر ومن كل منبر شريف نطلب منكم دعم المنتخب لكل واحد قادر ب1000 ليرة. ألفة، 1000 ورا 1000 بتجمع 1000 ليرة، اللي هي ثمن سربيس من هون لكم كيلومتر هيك تروح فيهم. ثمن سربيس 1000 ليرة صار، وما بيعملوا شيء. يعني كيس الشيب صار ب5000، وفي منه ب10 كمان. ال1000 ورا 1000 بتجمع. وبالنسبة للمغتربين، دولار ورا دولار كمان بيجمع. يا ريت نوصل للحل الأمثل لحتى نقدر نسكر هالمعضلة هاي مع المنتخب، ونعيش مرتاحين لفترة بس على القليلة، لحتى نأمن نشوف شو بدها توصل، لوين بدنا نوصل. إن شاء الله خير. ونقول له لعبد الرحمن الخطيب طول بالك وهدي، وإلا ما تفرج، وإن شاء الله خير. الشعب السوري وراك،
الجمهور السوري وراك، المحبين وراك، وكل العالم وراك. إن شاء الله خير، ونشوفكم على خير، ويا رب نحن في اليوم ننام اليوم بكرة في نلاقي حالنا بكأس العالم، لأنه حلم الكبير والصغير. الحلم من عندي أنا أكثر من الصغير. الصغير عنده أمل لسه سنوات ليشوف. نحن الجيل تبعنا هذه ياما وياما بكي، وياما وياما كان يحلم انه يشوف كأس العالم. ياما وياما ناس تقول لك انا بس بدي اشوف سوريا بكأس العالم قبل ما اموت، وانا واحد منهم كمان، وكثير مثلي، وكثير مثلي. الله يعطيكم الصحة، وتشوفوا سوريا بكأس العالم، ولا تنسونا من دعمكم ومن محبتكم. و... وان شاء الله نشوف هلا اليوم بكره بعد بكره ما بنعرف. هلا السيستم او سياسه اليوتيوب عم بتحاول هلا تخلص لي الاجراءات مشان اطلع يصير لايف معكم، ونلتقي فيكم عن قريب. الى اللقاء في حلقه قادمه، وشكرا لكم.